أهلا بيكم يا أبطال ال AI في حلقة جديدة من قناة سام AI Hub. لو كنت شفت الحلقة اللي فاتت فأكيد عرفت إن الذكاء الاصطناعي ده مش سحر ولا حاجة، وموجود بالفعل حوالينا في كل حتة وبنستخدمه كمان كل يوم. والنهاردة بقى هندخل خطوة أعمق وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا في عالم ال AI، وهي الورك فلو. فيلا بينا نفهم يعني ايه ورك فلو في تاني حلقة من كورس Mastering AI Agents. يلا بينا نبتدي. أهلا بيكم معانا في الحلقة الثانية من سلسلة Mastering AI Agent مع سام AI Hub. السلسلة دي مترابطة ببعضها، فلو ما شفتش الحلقة الأولى لازم ترجع لها عشان تفهم احنا هنتكلم على ايه النهاردة. والحلقة بتاعت النهاردة عن ال AI Workflows اللي هنعمل لها Unveiled، يعني هنكشف ما وراء الكلمة دي. How do we organize AI tasks؟ يعني من الآخر كده ازاي بننظم حياتنا مع ال AI. طيب يبان من الكلمة ان الموضوع معقد شوية، ولكن ازاي ببساطة نستخدم ال AI ان هو يطلع لنا افضل نتيجة ممكنة عن طريق حاجة اسمها الورك فلو. طيب انا عارف ان الكلمة دي قد تكون كلمة صعبة شوية للبعض، ولكن تخيل معايا كده ان مثلا عندنا خطوات في حياتنا بنعملها، الخطوات دي بتسهل علينا الشغل، لكن الموضوع بسيط جدا. تخيل دلوقتي معايا انت لما بتصحى الصبح وعايز تروح الشغل، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتقوم مثلا تغسل وشك، تتوضى وتصلي، بعد كده تحضر هدومك، بعد كده تفطر، وهكذا، وتروح الجامعه بتاعتك او الشغل. فبالتالي دي كلها خطوات ورا بعض، صح؟ طيب الورك فلو نفس الفكره بالظبط هنستخدمها مع الاي اي في عالم الذكاء الاصطناعي، علشان نخلي ال LLMs زي ما احنا فهمنا يعني دلوقتي ال LLMs يعني ايه، يطلع افضل نتيجه ممكنه واحسن شيء ممكن تتخيله. دلوقتي بقى نسأل سؤال مهم: why workflows matter؟ هي من الآخر كده turning big tasks into smart steps عشان avoid confusion، يعني نتجنب الحاجات المعقدة ونطلع better results. طيب تعالوا نشوف مع بعض الموضوع ده بيمشي ازاي. لو دلوقتي عايزين نعمل من ال AI كتاب، الكتاب ده مثلا بيتكلم عن تاريخ مصر القديمة. دلوقتي لو فتحنا تشات جي بي تي مثلا، LLM موجود ومشهور، وقلنا له مثلا اكتب كتاب كامل عن تاريخ مصر القديمة، لو اديت له الامر ده مرة واحدة ممكن يتوه، او يطلع لك معلومات مش مترابطة، او حتى ينسى اجزاء مهمة في الكتاب. لكن لو قسمنا المهمة دي لخطوات صغيرة، او يطلع لك معلومات دقيقة، هيبقى افضل بكتير. فمثلا الاول ممكن نقول له prompt، بنقول فيه prompt يعني بنكتب له رسالة، يعني لخص لي العصور الرئيسية. بعد كده بنقول له مثلا اكتب لي عن كل عنصر بالتفصيل. بعد كده تالت prompt مثلا نقول له راجع المعلومات التاريخية واعمل بحث عن الموضوع. بعد كده ببدأ أقول له نسق كتاب من خلال المحادثة اللي عملناها دي إن نقدر نطلعه. بالتالي هنا ال LLM هيقدر يشتغل بشكل أفضل بكتير. ليه؟ لأن إحنا بالتالي مشينا خطوة خطوة، قدرنا نفهمه إحنا محتاجين إيه عن طريق الورك فلو. النهاردة هنتكلم عن نوعين مهمين جدا في الورك فلو في ال AI. وأول حاجة معانا اسمها زي ما شايفين ال prompting chain. طيب what is prompt chain؟ break big tasks into small chained prompts. طيب ببساطة كده نفهم مع بعض، الموضوع مش معقد ولا حاجة، ولكن نفهم مع بعض. فكر فيها كده زي وصفة أكلة بالظبط. عشان تعمل طبق كشري، ده حاجة بقى ايه، حاجة انا بحبها جدا بصراحة. دلوقتي عشان نعمل طبق كشري مثلا بتمشي على خطوات واحدة واحدة، زي مثلا الاول بتسلق الرز، بعد كده المكرونة، بعد كده بنعمل العدس، بعد كده بنعمل الصلصة، بعد كده الطريقة التقليدية بنحطهم فوق بعض ونحط الصلصة. في الآخر بتجمع لك طبق كامل بيرفكت من طبق زي كشري ابو طارق مثلا. طب ازاي نعمل ده؟ كل خطوه بتسلم الخطوه اللي بعدها. هل ينفع احط الصلصه الاول بعد كده فوقيها الرز؟ ما ينفعش. هي دي بالظبط اللي هو الورك فلو في البرومبتنج تشين. فالبرومبتنج تشين معناها انك بتدي لل LLM
امر معين، ولما يخلص من الامر ده بيبدأ يطلع لنا النتيجة اللي بعدها. زي ما انت شايف دلوقتي هو خلص خطوة 1، بعد كده بياخدها ويطلع على خطوة 2، بعد كده بيطلع على الخطوة الثالثة. تمام؟ طيب هكذا كل خطوة بتعتمد على اللي قبلها. مميزات البرومبت تشين دي انها بتخلي ال LLMs يركز على مهمة واحدة في كل مرة، بدل ما احنا بنقول له كل حاجة اعمل لي ترتيبات في كل 1 2 3 4، وهيطلع لك زي ما قلنا مشاكل كتير. ولكن لو مشينا بالبرومبت تشين، يعني سلسلة حلقات بتمشي من واحدة للتانية زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي، فالباك تاسك بنقسمه لحاجات بسيطة. طبعا ده بيزود الدقة من الحاجات اللي احنا محتاجينها، بيقلل الأخطاء، ولكن عيوبها برضو ان مفيهاش مرونة. يعني لو في خطوة باظت في النص بالتالي هتلاقي اللي بعدها باظت. طيب النوع التاني اللي هو الراوتينج ديزاين باترنز، وده برضو موضوع بيخلي السمارت تاسك روتينز مهمة جدا. تعالوا نشوف ده معناه ايه بقى. تخيل انك مدير شركة كبيرة دلوقتي، انت مدير دلوقتي شركة كبيرة وعندك اقسام كتير. قسم مثلا بتاع المبيعات، الناس اللي بتتصل بالعملاء مثلا وتبيع. قسم تاني بيعمل التسويق، بيسوق للمنتجات بتاعت الشركة بتاعتك. قسم تاني للدعم الفني اللي هم الكاستمر سيرفيس. قسم مثلا الحسابات اللي مسؤولين عن الفلوس والكلام ده في الشغل بتاعك. لما يجيلك عميل عنده مشكلة، مش بتجاوب عليه بنفسك في كل حاجة، ما ينفعش، لا، بتوجه للقسم المختص اللي يقدر يحل مشكلته بالظبط. ده بالظبط اللي بيعمله الراوتينج ديزاين باترن. طيب في الاي اي الراوتينج ديزاين باترن دي معناها ان عندنا LLM رئيسي، وبالتالي بنسميه الراوتر او الموجه. راوتر يعني هو بيوجه، يعني العميل ده عنده مشكلة في كذا، فبنقول له القسم ده هو اللي هيقدر يساعدك. فهو ده بالظبط معنى راوتينج ديزاين باترن. بنستخدم الراوتر ده ان احنا نوجه ال LLM بتاعنا يقول حل الموضوع ده فين. وظيفته انه بيستقبل السؤال او المهمة ويحدد لك مين ال LLM الفرعي من الشركة. يعني في LLM كبير رئيسي هو ده البيج بوس بتاعنا، بعد كده في LLMs تانية على حسب الطلب اللي احنا طالبينه بيوديه لل LLM التاني الفرعي منه. زي ما انت شايف الصورة دلوقتي، هو ده الكبير مثلا، هنا فيه وهنا فيه وهنا فيه، ده بتاع مثلا legal commercial، هنا residential والكلام ده كله. طيب تعال نقولها بشكل تاني أسهل. تخيل دلوقتي إنك بتعمل مساعد ذكي لشركة عقارات. أيوة، أنت بتعمل دلوقتي مساعد ذكي لشركة عقارات، يعني AI لشركة عقارات مثلا في دبي. فالمساعد ده بيستقبل أسئلة من العملاء. ممكن يكون مثلا عندك LLM رقم 1 متخصص في العقارات، هو عارف العقارات السكنية والكلام ده، اللي هو بتاعت الناس اللي بتدور على شقة أو فيلا. فده بيجاوب على أسئلة خاصة بإيه؟ بالشقق والفلل والإيجار والبيع والكلام ده كله. فزي ما انت شايف كده دلوقتي. طيب في LLM رقم 2، دلوقتي بقى في واحد كبير بناخد منه السؤال وبيبدأ يوزعهم على ال LLMs الموجودة. رقم 2 مثلا متخصص في العقارات التجارية، يعني مثلا بيجاوب على الأسئلة عن المكاتب والمحلات والمخازن، ده موضوع تاني غير الأولاني. طيب عندنا مثلا LLM تالت، رقم 3 ده متخصص في الإجراءات القانونية لكل حاجة من اللي فاتوا، بيجاوب على أسئلة ليها علاقة بالعقود البيع مثلا والإيجار والتسجيل في الدولة والكلام ده والضرائب، ليهم علاقة بالموضوع. فبالتالي لما العميل بيسأل مثلا سؤال دلوقتي في الشركة أو الشات بوت اللي احنا عملناه دلوقتي لشركة العقارات، العميل دلوقتي لو سأل سؤال محدد من الأسئلة اللي قلنا عليها في الثلاثة ال LLMs الموجودين فوق، فبالتالي الراوتر ده بيوجه السؤال لل LLM المناسب المتخصص في الحاجة اللي هو بيسأل فيها. طيب لو العميل مثلا عايز يشتري شقة 3 غرف في مثلا التجمع الخامس أو مثلا في دبي هيلز مثلا، فبالتالي الراوتر بيوجه السؤال لل LLM رقم 1 اللي هو مسؤول عن ايه؟ الأوراق المطلوبة لتسجيل مثلا عقد الإيجار، بيوجهه ل LLM رقم 3 مثلا. فبالتالي هو بيبدأ يفهم السؤال ويوجهه لأنهي LLM محتاجه عشان يرد على السؤال ده. مميزات الراوتينج ديزاين باترن ايه بقى؟ انها بتخلي النظام جدا دقيق ومنظم، ما بيكونش فيه مشاكل خالص. زي ما انت شايف كده الورك فلو بنفيتس، مميزاته الافشنسي اند accuracy، عمره ما هيوجهك غلط. زي ما انت شايف هو مثلا دلوقتي بيحسب لك كل حاجة ويوجهك تروح فين بالظبط
وهو بيكون متدرب على الحاجة اللي انت بتسأله فيها بس، وركز على بس دي. طيب في الحالة دي بقى لما نيجي مثلا نقول مميزاته، نقول ان هو دقيق، لكن كل سؤال بيروح للمتخصص بتاعه، فطبيعي يبقى دكتور معين بنروح له بتاع عيون مش هيتخصص مثلا في الأذن، فهي دي نفس الفكرة. كمان بتوفر في التكلفة، يعني وانت بتعمل الشات بوت بيبقى بسيط، مش محتاج تعقيدات، هو عارف اجاباته واسئلته بتكون عامله ازاي. لكن لانك مش بتشغل كل ال LLMs مره واحده، يعني انا مثلا في الحاله دي مش بسال كل ال LLMs في نفس الوقت، انا بسال حاجه واحده، سؤال واحد بيوصلني بيه لل LLM المناسب للسؤال اللي بساله. فبقيه ال LLMs ما بيكونش عليها ضغط، ما بنسألهاش، بيقلل في التكلفة، وهنفهم ده بعدين. طيب هل الورك فلو ده بقى يعتبر AI agent؟ ببساطة الإجابة لأ. الورك فلو ليه لأ؟ لأن المسار بتاعه ثابت محدد، هو عارف هو رايح فين، بيمشي على الخطوة واحدة واحدة، مش AI agent. يعني من الآخر كده هو متخصص، مفيش أي مفاجآت ممكن تحصل أو قرارات غير متوقعة، أو لو في حاجة باظت هو ممكن يصلحها والكلام ده. هو مجرد بيوجه السؤال بناء عن قواعد واضحة احنا حددناها ليه. في الحلقة الجاية ان شاء الله هندخل على انواع معقدة اكتر في الورك فلو، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الحلقات الجاية. لو الحلقة اللي فاتت ما شفتهاش يا ريت ترجع تشوفها، ولو عندك اي تعليق تقدر تسيبهولي تحت في التعليقات. واشوفكم على خير في الحلقة رقم 3، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.